كتاب اليوم. كتاب اليوم رواية بعنوان قلب الليل لنجيب محفوظ. رواية فلسفية مثيرة غريبة بتحكي عن جعفر الراوي، الحفيد الوحيد لسيد الراوي، واللي هو كان شخص عظيم جدا ومتدين وكان صاحب أملاك وقصور، ولكنه بيوقف كل ثروته لأعمال الخير وبيحرم منها حفيده. فبيقرر جعفر إنه يروح لدايرة الأوقاف علشان يطالب بأملاك جده. فموظف الأوقاف هناك واللي كان عارف جعفر معرفة مسبقة قال له إن ده ما بقاش ينفع، وبقى عنده فضول يعرف هو ليه جده عمل فيه كده. فبيقرر الموظف إنه يقابل جعفر علشان يعرف حكايته. وأحلى ما في الرواية هي حكاية جعفر من وهو طفل ولحد ما بيكبر بيبقى جد وراجل عجوز. وصف نفسه ساعتها وقال: لقد دفنت أكثر من شخص في جسدي متتابعين، ولم يبق مني سوى هذه الخرابة، ولكنها خرابة غنية بالآثار على أي حال. طب أنا ليه بقول إن أحلى حاجة في الرواية هي قصة جعفر؟ علشان أنا الحقيقة بحب حواديت نجيب محفوظ جدا، بحب الناس اللي بيحكي عنهم، بحب شكل البيوت اللي بيوصفها، طباع البشر والملاحظات اللي بيركز عليها. ولكن الرواية دي الحقيقة كان فيها جزء كبير جدا فلسفي، ما قدرتش أفهمه وما قدرتش أفهم هو عايز يقول لي إيه. كل اللي كان في دماغي وأنا بقرأ الرواية هو سؤال واحد: ليه؟ يعني أول سؤال، ليه جعفر عمل في نفسه كده؟ ليه كل الشطحات الغريبة والمجنونة؟ ليه اختار طريق خالف تعرف؟ طب ليه جده اصلا سابه انه يعمل حاجات مش هتوصله الا لطريق مسدود، وبعد ما عمل الحاجات دي زعل منه؟ طب ليه الجنون بدافع ان انا عايزه اكون حر؟ ليه تبدأ طريق مش حاسب له كويس؟ ليه تستبدل الأدنى بالذي هو خير؟ ليه تشغيل الدماغ كتير؟ ليه بجد؟ ما الطريق سالك اهو قدامك، ليه بنصعب الدنيا على نفسنا؟ والكثير والكثير من ليه اللي ما لقيتلهاش اي اجابه في الاخر، بالذات مع النهايه الحزينه المفتوحه. فحسيت اني ما استفدتش اي حاجه من الروايه، وما حسيتش كمان ان كان في داعي لكل هذه الجرعه الفلسفيه المكثفه والتقيله الحقيقه، اللي وصلت بينا لحد التفكير في الإيمان، هل هو بالقلب ولا بالعقل، لدرجة إن هو قال جملة حقيقة أزعجتني جدا. قال: إني عاجز عن الكفر بالله. اللي هو ليه برضو نوصل نفسنا للمنطقة دي؟ والحقيقة إن حلو إن الإنسان يجرب ويتدبر ويتساءل ويجرب حاجات جديدة، ولكن أعتقد إنها لازم تكون في حدود. لازم يكون عندك ضوابط ما تتعدهاش علشان حياتك ما تنتهيش نهاية فاضية، تبقى عشت وكأنك ما عشتش، تبقى حياتك بلا أثر. ولأن كمان مفيش حد بيعيش حياته كلها بيغلط وبس بيقوم من جرم علشان يقع في اسم. وده اللي عبر عنه جعفر لما قال: جميع ما تسأل الله ألا يقع ذهبت إليه فوق قدمي. تقييمي للرواية كان 2 من 5. شاركوني رأيكم في التعليقات واستنوا فيديو جديد ومراجعة جديدة، وسلام عليكم.